السيد رئيس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقديم استشارة حول القضية السابقة، السادة الأمناء العامين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، السادة والسيدات المستشارين والمستشارات، السادة المشاركين والسيدات في هذه الندوة الوطنية التي تعقد ونحن على أبواب دخول الذكرى 50 لاسترجاع صحرائنا، وهو الاسترجاع الذي لم يعجب البعض وصار ضد مطامعهم التوسعية، فأطلقوا صراعا مفتعلا. هذا الصراع قريبا سينهي نصف قرن ليبقى واحدا من أقدم الصراعات في العالم. نصف قرن من الصراع بين موقفين متناقضين ومتصارعين. نصف قرن هي مدة زمنية كانت كفيلة لتزيح اللتان عن أطراف الصراع الحقيقيين وعن خلفياتهم ونواياهم ومراميهم. حقيقة أننا اليوم نوجد في وضعية أفضل بكثير من الوضع الذي كنا عليه مع بداية الصراع، بل نظن أننا نعيش اليوم أشواطه الأخيرة، وهذا ما يجعلنا كيساريين اشتراكيين نستطيع القيام بتقييم نقدي وموضوعي للموقفين المتصارعين حول قضية الصحراء، قضيتنا الوطنية. بداية، وكحزب اشتراكي موحد جزء أساسي من اليسار الجديد، اليسار الجديد المدافع عن الوطن وعن الشعب، هو امتداد لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي التي تعتبر هي الأخرى امتدادا لمنظمة 23 مارس، الحركة الماركسية اللينية، واحدة من أشرس التنظيمات المعارضة في بداية منتصف القرن الماضي في عز صراعها مع النظام وفي ظل الأحكام العامة التي كانت تصدر في حق مناظريها وقياديها، وفي عز القمع المسلط علينا آنذاك استطعنا كيسار جديد أن نفرق بين الموقف من النظام السياسي والموقف من وحدتنا الترابية، وأصدرنا موقفنا من قضية الصحراء سميناه بالموقف الثوري من مسألة الصحراء المغربية. كنا واعين مما قد يجلبه لنا هذا الموقف من ردود فعل من حلفائنا وأصدقائنا من التنظيمات اليسارية الممتدة عبر قارات العالم، ومع ذلك غلبنا مصلحة الوطن، غلبنا مصلحة الشعب على أي مصلحة أخرى، آخذين بالاعتبار أن الموقف من مغربية الصحراء هو الموقف الديمقراطي الحقيقي. وانطلقنا في تأسيس هذا الموقف من طرح سؤالين جوهريين. السؤال الأول: هل الحدود الترابية والجغرافية التي ورثها المغرب المستقل سنة 56 عن المرحلة الاستعمارية هل هي حدود ديمقراطية؟ السؤال الثاني: هل تلك الحدود هي الحدود الطبيعية والتاريخية للدولة المغربية؟ أكيد أن الجواب الموضوعي هو النفي، فالحدود لم تكن هي الحدود الطبيعية الديمقراطية للدولة المغربية التاريخية، فلقد تم ضرب أطراف هامة من ترابها بشكل تعسفي، وعليه فالواجب